أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا، اليوم نحن في الجمعة الأخيرة من شهر المبارك، شهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. هذا الشهر وفي هذه الجمعة الأخيرة سميت بجمعة القدس، ونحن اليوم في يوم القدس العالمي. وبهذه المناسبة باسم الشعب الجزائري نحيي كل المرابطين على أرض الرباط، وبداية من القدس الشريف ومن المسجد الأقصى. نحيي شبابنا ونساؤنا الذين هم عينهم على المصحف الشريف وعلى قراءة القرآن، والعين الأخرى تقارع العدو وتراقب العدو. تحية إلى المرابطين في غزة، تحية إلى كل شريف وحر يدافع على كرامة هذه الأمة وعلى شرف هذه الأمة، على بيت المقدس وعلى فلسطين. ونقول من هنا للشعب الجزائري: أنت شريك في هذا الرباط، شريك بما تقدمه لإخوانك وأهلك المرابطين في هذه الأرض المباركة. ومن هنا نقول وباسم المبادرة الجزائرية الفلسطينية وعلى لسان رئيسها أبو أسامة الجزائري، نقول لشعبنا الجزائري أننا وبفضل الله تعالى وحده أنجزت المبادرة الجزائرية الفلسطينية بما وعدت به لأهلنا في الجزائر ولأهلنا في فلسطين. وبفضل الله تم تنفيذ كل مشاريع المبادرة الجزائرية الفلسطينية التي وعدت بها، بداية من قفة رمضان، ثانيا توزيع التمور على مساجد قطاع غزة، ثانيا زيارة العائلات الفقيرة وتناول معها وجبة الإفطار، رابعا توزيع وجبات الإفطار على الأهالي المغبونين، خامسا إقامة أكبر مائدة جزائرية خارج الجزائر على أرض فلسطين على شرف الأيتام والفقراء المكفولين من الجزائر، سادسا كسوة العيد. إن شاء الله ستنفذ المبادرة الجزائرية ابتداء من الغد كسوة العيد، وهذه المرة كسوة العيد نقوم بتوزيع مبالغ مالية على الأهالي وهم يقتنون بما يرونه مناسب. هذه كل المشاريع كان بفضل الله تعالى أولا، وثانيا ثم فضل أهلنا في الجزائر، أهل الخير، أهل العطاء، أهل الإحسان، الذين قدموا وما زالوا يقدمون. نقول لهم شكرا لكم، شكرا لكم نيابة على أيتام وفقراء وأهل فلسطين. شكرا لكم يا أهل الجزائر بما قدمتموه لإخوانكم المرابطين على أرض بيت المقدس. كما أنني في هذا المقام أشكر كل الذين قدموا من أهلنا في الجزائر، وهم والله يعني يبكي أمرهم، لأنهم هم في حالة لا تسمح أن يقدموا، هم يحتاجون من يقدم لهم، ولكن أتوا بأموالهم وقدموها لأهلهم في فلسطين، لأيتامهم في فلسطين. ومن هذه الحالات فيه امرأة تبيع خبز الطاجين كما معروف في الجزائر، امرأة فقيرة قدمت لي كل المال الذي باعت به ذلك اليوم، قدمته لإخواننا في أرض الرباط. فقلت لها أترك لك قسط من المال لتشتري الطحين وتشتري الزيت وتشتري حتى تستطيعين غدا البداية في العمل من جديد. فقالت لا، خذ هذا المال كله لأهلنا في فلسطين، ومن أعطاني هذا المال الأول سيعطيني المرة الثانية. وفيه الكثير، وفيه واحد قسم راتبه الشهري وهو فقير موظف بسيط، قسم راتبه هذا البسيط معي وأعطاني القسط منه إلى إخواننا في فلسطين. إخواننا
نشكر هناك حالات كثيرة قدمت لأهلنا في فلسطين وهي يرثى لها حالتها. فكذلك في هذا اليوم نقول لإخواننا في الجزائر أن هناك مشاريع المبادرة هي مستمرة بعد شهر رمضان، فندعوكم لأن تشدوا على أيدينا وأن تدعموا إخوانكم وأهلكم بعد رمضان. لا تنسوا إخوانكم. ليست الرباط إلا أو الخير إلا في شهر رمضان، وإنما الخير هو مستمر طيلة أيام السنة، والعمل لفلسطين من أجل تحريرها هو متواصل طيلة العام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، وعاتق الله رقابنا من النيران في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة المباركة. ولا تنسوننا بدعواتكم، ونحن نحتاج إلى دعائكم، وخاصة أخوكم أبو سامة يحتاج إلى دعائكم يا أحرار يا أشراف يا أهل الإيمان. فأستودعكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.